السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. وحشتوني جدا. بتمنى من كل اللي يشوف الفيديو يدوس لايك واشتراك لو مش مشترك في القناة، ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد. النهارده هبدأ يومي كده ان انا نزلت الجنينة، قطفت شوية ليمون من الشجرة علشان هعمل طريقة ليمون او ليمونادة بالطريقة البرازيلية. حلوة جدا وهتعجبكم، منعشة وحلوة في الجو الحر ده. هنا بقى قطفت شويه ليمون. انا مش هستخدم الليمون ده كله، بس انا اخدته كده علشان اسيبه يعني في التلاجة، وهاخد منه حوالي 4 ليمونات بس. هنا بقى دخلت المطبخ علشان اوريكم الطريقه اللي انا هعملها بيها. هاخد بس 4 ليمونات، كبار كده، يعني مش عايزاهم يكونوا اخضر قوي، يعني مايلين للصفار كده. وشويه نعناع، هنا برضو قطفت شويه نعناع من تحت، يعني هاخد حوالي مثلا 5 ورقات نعناع او 6. بعد كده قشرت الليمون، بقشر الليمون كده بالطريقه دي وبشيل البذر بتاعه. لو مش عايزين تضيفوا نعناع او مش بتحبوا نكهة النعناع مع الليمون، فالطريقة الأصلية أصلا اللي هو الليمون البرازيلي أو الليمونادة البرازيلي ما بيكونش معاها نعناع، ولكن أنا حبيت أضيف الإضافة دي. اديت له طعم مميز جدا ونكهة حلوة قوي، هتعجبكم جدا. فأنا بقول لكم يعني لو مش حابين بلاش، لأني أنا هضيف في الطريقة دي حليب مكثف. بعد ما قشرت الليمون كله او ال4 ليمونات، شلت منهم كده، فتحتهم وشلت منهم البذور اللي جوه. طبعا انا غاسله الليمون وغاسله النعناع. بعد كده جبت مكعبات من التلج. هنا بوريكم الليمون والنعناع والتلج وحليب مكثف. هنستخدم حوالي علبة او نص علبة على حسب ما بتحبي السكر، يعني على حسب ما انت بتحبي مثلا نسبة السكر في الليمون. انا هنا استخدمت نص علبة علشان انا ما بحبوش يكون سكره عالي قوي. هبدأ بقى انزل الليمون والنعناع كده في الخلاط، وبعد كده مكعبات التلج. بعد كده هنزل بنص العلبة من الحليب المكثف. طبعا مش هضيف سكر لان الحليب المكثف مسكر جدا. بعد كده هنزل بمية ساقعة، يعني حوالي كوباية ونص. بعد كده ضربتهم بقى في الخلاط، بس وانت بتضربيهم في الخلاط اضربيهم شويه حلوين بحيث ان ما يكونش فيه كتل كده، لان هو مش هينفع يتصفى. عايزه تستغني عن النعناع استغني عنه. انا حبيت اضيفه علشان بحب نكهه النعناع وبتديله طعم مميز ونكهه مميزه. عاوزه تستغني عنه مفيش اي مشكله خالص، لان الطريقه الاصليه بس بتتكون من تلج وحليب مكثف وليمون وميه، ومفيش سكر طبعا، لان الحليب المكثف بيكون نسبة سكره عالية جدا. ممكن تحطي علبة لو بتحبيه مسكر قوي، ممكن تحطي نص علبة. انا حطيت نص العلبة وكانت حلوة جدا. بعد كده قدمته بقى بالطريقة دي. كاس حطيت عليه نعناع، والكاس التاني حطيت عليه شريحة من الليمون. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، نكهة مميزة وطعم مميز حلو جدا عن الليمون العادي او الليمون بالنعناع العادي او الموهيتو. حاجه كده ما بين طعم زبادو بالنعناع وبالليمون او ميلك شيك. طعمه حلو جدا مميز ونكهه مميزه ومختلف عن الليمون اللي اتعودنا عليه. وهو ده الشكل النهائي. جربوه قولوا لي في الكومنتات عجبكم ولا لا. وطبعا بدات يومي بيه، قلت اغير بقى القهوه والنسكافيه والشاي ونبدا يومنا كده بحاجه حلوه وطعمها حلو ومختلفه. بعد كده بقى دخلت على الغداء. جبت فراخ كده وقطعتها 4 قطع وغسلتهم كويس جدا بالملح والليمون والدقيق والميه. وبعد كده حطيتها في الحله، حطيت عليها طماطم وبصل
فلفل اسود وحبهان وملح. وبعد كده غطيت الحله لغايه ما الميه بتاعتها نشفت، وبعد كده نزلت بالميه السخنه لغايه ما الفراخ اتسلقت مع نفسها، وبعد كده رفعتها من على النار. بعد كده بقى دخلت على الملوخيه، خرطت الملوخيه كده بالمخرطه. كانت بقى الفراخ اتسلقت خلاص، صفيتها كده من الشوربه بتاعتها. واخدت بقى في حله تانية كده شويه من الشوربه، يعني خدت حوالي كوبايتين. انا كنت هعمل خضار تاني خالص، ولكن انا كنت محتاجه حاجه سريعه عشان كان ورايا مشوار، فقلت الملوخيه موجوده والشوربه موجوده، هحطهم الاتنين على بعض وهضيف بس البهارات وهتبقى احلى ملوخيه. هنا بعد ما اخدت كوبايتين شوربه في حله تانية، نزلت بقى بالملوخيه اللي انا خرطتها او اللي انا عملتها بالمخرطه، وحطيتها بس كده يدوب في الحله. طبعا الملوخيه الخضراء ليها فوائد عظيمه جدا، اللي بيحبها يقول لي في الكومنتات برضو بتحبوا الخضراء ولا الناشفه. انا عن نفسي بحب الخضراء جدا، بحس ان فوائدها بتكون موجوده فيها عن الناشفه. بعد كده بقى هقلب كويس جدا، وبعد كده هضيف البهارات، فلفل اسود، بابريكا او شطه، وكزبره ناشفه، ومرقه دجاج. طبعا ما بحطش ملح لان الشوربه كان فيها ملح، وكمان مرقه الدجاج بتكون مالحه شويه. بعد كده هفضل اقلب فيها كويس جدا، هيتكون فوق كده ريم ابيض بشيله طبعا بالمعلقه. عاوزه اقول لكم ان وانتوا بتعملوا الملوخيه ما تحاولوش ان انتوا تحطوا الغطا على الحله غير لما بتخلص خالص خالص خالص، علشان الملوخيه ما تنزلش تحت في قاع الحله وتبقى مش مظبوطه. بعد كده رحت بقى على الطاسه، حطيت معلقه زيت وفصين او 3 توم كده، هشوحهم بمعلقه صغيره من الكزبره الناشفه تديها نكهه وطعم روعه. وبعد ما الملوخيه غلت عندي غلوه واحده، نزلت بقى باللي في الطاسه اللي هي الثوم المفروم والكزبره الناشفه بالطريقه دي، وهي دي الملوخيه. خلصت في ثواني وما خدتش مني اي وقت، وكل مكوناتها كانت موجوده عندي. بعد كده بقى حمرت الفراخ كده، وكان الغدا جاهز في حوالي نص ساعه، وعملت رز ابيض وقدمتها معاها. وبس كده بيكون الفيديو بتاعي النهارده خلص. لو عجبكم قولوا لي في الكومنت، وهستنى رايكم في الليمون بالنعناع بالحليب المكثف. ومع السلامه.